خبر عاجل، البطل الخارق اللي قاعد تنتظره يحل مشاكلك ما هو، انت الوحيد المسؤول عن انقاذ حياتك هسه. وهاي سلسله اشياء تعلمتها من كوكب الارض. كنا ننتظر بطل خارق يساعدنا لحل مشكلاتنا ويودينا لبر الامان، وقد يتمثل بظروف مثاليه او شخص ينطينا فرصه فوق السماء او شخص يحل مشاكلنا ويلم حطامنا وانكساراتنا. بس لحظه الصدمه انه هذا البطل اصلا ما موجود، فاحنا يا اما نبقى طول حياتنا مؤمنين بهذا الامل الوهمي انه هذا البطل راح يجي وينقذنا، او احنا نكون الابطال الخارقين لحياتنا. فنبدي انه احنا ناخذ مسؤوليه حياتنا ومشاكلنا كامله، ونكون احنا اللي نطبطب على نفسنا ونحل مشكلاتنا، واحنا نوفر بر الامان لنفسنا بلا انتظار فد بطل خارق. قد يكون شيء كلش صعب، اتفق وياك، بس شيء احسن بهواي ما تظل عمر كامل مؤمن انه اكو امل وهمي او بطل خارق ممكن يحل مشاكلك بينما انه انت تقدر تحلها بنفسك. لان بنهايه اليوم ما حد مهتم يعرف ايش قد تعبت او شنو كانت ظروفك او صعوبه حياتك، لان الحياه تستمر، فلازم انت تكون البطل الخارق لنفسك. وشارك هذا الفيديو